السلام عليكم. طبعا عندنا لون للباب من تكمل راح نطلعه. قلنا استخدمنا على اساس الاسطمبر الاحمر للواجهيات الابواب الصبغ. طبعا هذا واجهيته على اساس احمر. طبعا اللي يشوفه عباره مصبوغ بس هو مو مصبوغ، هذا اساس احمر. بعد ما تصلح طبعا مراحل التصليح، وعندنا مراحل التنعيم ومراحل السلر. راح نشوفكم اللون هذا بالمراحل من يخلص شلون راح يصير هذا اللون. انتظرونا بالمراحل الجايه ان شاء الله، راح تشوفون هذا اللون شلون راح يكون بعد المراحل. وعندي كم نصايح يعني للتوضيح بين هاي المكانات، دائما حاول ركز بيها بالتصليح. حتى هاي دقق بيها حتى ما تصير عندك مشاكل بالختم اللون النهائي. انتظرونا بالمراحل ان شاء الله الجايه. هنا عندنا ملاحظات قبل الرش، قبل ما ترش لان انت اذا جاك نقش طبعا اساسك قوي، تنعيمك قوي، ملاحظاتك قويه. قبل الرش لازم تستخدم هذه الطريقه حتى المسدس من يجي يشوفها مترسه تصير الشغله طبيعيه، تترس بصوره صحيحه. قبل ما ترش لازم تكحل وتنتبه، وخاصه تنتبه لهنا لان مرات تجي بالحافه هنا بهذا المكان تجي فتحات ما تنشاف، فلازم تتعالج قبل هذا كليته حتى تكون مأمن نفسك بالرش، تجي تقدر تشتغلها رش طبيعي، ما يصير عندك مشاكل اثناء الرش. يعني تقدر ترشها طبيعي. وطبعا اذا تريد تعلقها بهالطريقه علقها مسمار منا ابو الانجين ونص، ومسمار منا ابو الانجين ونص، لان حتى تقلب وجه الثاني خو تقلبه على الجبلون، ومسمار منا هماتين انجين ونص 4، فتصير بهالطريقه هيك راح تصير حتى تقدر ترش بصوره صحيحه. طبعا بعد ما تنظف وترش القاع، احنا بعدنا ما راشيهم ننظف فيها، ترش القاع وتنظف حتى ما يصير غبار عليها. ان شاء الله بالمراحل الجايه هم راح نشوفكم شلون تصير المراحل. طبعا هذا الشغل الختم النهائي، الشغل الحلو النظيف المرتب الصافي الناعم. يعني اهم شيء بالنقاط، يعني هاي هسه احنا نقدر نسويها قلنا فرشه، وتقدر تسويها هماتين برش. اول شيء النقش، هذا النقش تسويه برش او فرشه قبل ما تبدي بيها، تطلع لك هاي النتيجه الحلوه. الالوان هي حسب رغبه الزبون، يعني مو اختيارنا. تابع المراحل الاولى اللي احنا حكينا بيها، تقدر تاسس اسطمبر احمر والامور طيبه يعني عادي ماشي. وراء سلر للتنعيم، واهم شيء عندك التصليح، لان التصليح يبين دائما خاصه هنا يبين بهاي الاطراف يبين حافات مفتوحه، لازم تغلقها جيد لانه بالختم تبين عندك. طبعا هنا هسه ماكو مغلوقه، هاي خاصه بالاطراف اللي هنا هاي تبين عندك، حتى لو النقشه مطبقها انت بس تبين عندك. تقريبا خلال الجفاف التام 24 ساعه كامله حتى يجف نهائيا. ومثل ما تلاحظون شغل حلو مرتب وامشي على الطريقه اللي احنا شرحناها تحصل هاي النتيجه. لا تنسون ان تترحمون الوالدين ويرحم والديكم. ان شاء الله فدتكم بهالمعلومات.